الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الحمد لله القائل: ولقد كرمنا بني آدم. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا وقائدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد الذي أوصانا لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيد الخلق وحبيب الحق محمد، ما اهتزت ورقة بريح وما ارتوت كبد بماء. أحباب رسول الله، صلوا على رسول الله. أوصيكم ونفسي بتقوى الله عز وجل، وأذكركم الآخرة فإنها أقرب المنازل. أحباب النبي عليه الصلاة والسلام، ماذا عن الهجرة؟ وأي درس نأخذه بعد 1437 عاما؟ هل لا زال هناك دروس لم نعها بعد؟ أم أن هناك دروس لم نتعلمها بعد؟ أسأل اليوم: ما هو الدرس الأعظم في الهجرة؟ وما هو الدرس المالي في الهجرة؟ وكيف نجعل ذلك واقعا في أيامنا الحالية؟ خطبة اليوم أيها السادة: الهجرة الإنسان أولا. إذا أردنا أن نختصر الهجرة، فالهجرة تعني بمفهومها الكبير أن الإنسان هو أولا، قبل المكان وقبل الزمان وقبل العشيرة وقبل المال والثروة. الإنسان أولا. ولعل حدث الهجرة يأتي في زمن صار الإنسان آخرا، صار بناء الثروة وتكسب الأرض والمنصب هم أغلى جميعا من حياة الإنسان، الذي قال النبي عليه الصلاة والسلام: لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم امرئ مسلم، ومن أعان على قتل امرئ مسلم كتب بين عينيه آيس من رحمة الله. الهجرة أيها السادة إنما كانت لسبب علمنا إياه النبي عليه الصلاة والسلام، أنه كان في مكة أشرف بقاع الأرض، وما كان ليخرج منها لولا أن قومه أخرجوه. لكن هناك مفاضلة، هناك مقارنة. لديه أصحاب أبطال اعتنى بإيمانهم، لا يملكون من حطام الدنيا شيئا إلا أن يقولوا ربنا الله. وبدأت آلة القتل تعيث فيهم فسادا وقتلا. ما هي المفاضلة الآن؟ هل أدعوا أصحابي يقتلون لنحافظ على مكة وعلى البقاء في مكة، أم نهاجر بهؤلاء الأبطال الذين تمت صناعتهم على عيني سيد الخلق محمد؟ لا مفاضلة. كل دول العالم عندها جنود، لكن هناك طيار
هناك عميد، هناك لواء، وهناك جندي. من تتعب عليه الدولة أكثر يصبح الاهتمام به أكثر. الآن عندنا مجموعة من الصحابة هم خيرة خلق الله في الأرض. هل يفرط النبي عليه الصلاة والسلام بهؤلاء من أجل البقاء في مكة وهي أقدس بقاع الأرض؟ كان الاختيار من النبي عليه الصلاة والسلام بوحي من الله عز وجل أن يبدأ بإخراج هؤلاء الأبطال الذين سيصنعوا التاريخ فيما بعد، سيصبحون ملياري مسلم بفضل البقاء على هؤلاء الذين كانوا أقل من 80. إذن كانت غاية النبي عليه الصلاة والسلام أن يحافظ على هذا الإنسان الذي أهون ما لدينا اليوم أي معركة أول شيء نفقد الإنسان، ثم نفقد الأرض ونفقد المال، لكن أول شيء نفقد الإنسان، وكأنه أقل شيء في هذا الوجود، وننسى أن الوجود كله إنما صنع من أجل هذا الإنسان. الله سخر ما في الأرض وما في السماوات جميعا لهذا الإنسان ليعمر الأرض ليكون سيد هذا الكون، ولكننا عندما نبدأ بأي حرب أول شيء نخسره هو هذا الإنسان. الآن النبي عليه الصلاة والسلام يعلمنا، يجلسون في مكة عندهم أموال وعندهم عشيرة وهم في أقدس أرض ومع أشرف نبي، لكن الأمر عندما يتعلق بالموت والحياة فحياة الإنسان أولا. حياة الإنسان أغلى من المكان وأغلى من المال. لذلك عندما كانوا يهاجرون كان تستوقفهم زعماء قريش، يستوقفونهم يقولون له: إلى أين تذهب أنت بمالك وقد جمعت هذا المال لأنك كنت بيننا؟ يقول لهم مصعب: أرأيتم إن أعطيتكم المال أتخلوني أذهب إلى المدينة؟ قالوا: نعم. فيترك الماء ويذهب بثوب واحد إلى المدينة. لكن هذا الرجل صنع أمة، فتح المدينة، وصل النبي عليه الصلاة والسلام مصعب بن عمير صار 500 مصعب، 500. هذا إنسان لا يفرط به، هذا إنسان لا يوضع في كما يقال في بوز المدفع يقتل أول إنسان. وهذا الذي نحتاج أن نعيه من درس الهجرة، أن كرامة الإنسان فوق كل شيء. هذا هو النبي عليه الصلاة والسلام، وهو الذي يستطيع. وأنا أتساءل لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يرجو الله عز وجل أن يرسل له البراق؟ يعني قبل سنوات المسافة أبعد إلى القدس وإلى السماء السابعة، الله عز وجل يرسل له البراق ويذهب ويعود وفراشه لم يبرد بعد. طب لماذا لم يرسل الله عز وجل البراق للنبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة؟ المسافة قصيرة 500 كيلو، إلى هناك إلى القدس أكثر من 1000. طيب إلى المدينة أقل، لماذا لم يرسل له الله البراق؟ لماذا لم ترسل الملائكة لتحمي هؤلاء الناس؟ لماذا لم ينصر الله عز وجل نبيه أمام هؤلاء المشركين في مكة فيجتذهم؟ لماذا لم تنزل الطير الأبابيل لتخسفهم وتجعلهم كعصف المأكول؟ درس آخر أيها السادة. الدرس الأول الإنسان أول. الدرس الثاني أنه بدأ عصر الأسباب. أنت تؤمن بالله، لكن لا تجعل من إيمانك بالله سببا وحيدا لأن تنتصر في الدنيا. لا بد من أن تعمل الأسباب. لو كان الأمر بالاتكال فقط لبقي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة، لكن الله عز وجل يريد أن يعلم هذه الأمة، أمة الحبيب محمد، أمة الإسلام، أنه انتهى عصر المعجزات. كانت الأقوام السابقة والشرائع السابقة تعتمد على المعجزات، الآن لا. الآن هذا الدين الخاتم، وهذا الدين يجب أن يتعلم علم الأسباب وعلم التوكل على الله في القلب وعلى الجوارح أن تعمل في الأسباب. لذلك سنجد الهجرة من أولها إلى آخرها هي علم بالأسباب. كما قلت كان يستطيع النبي أن يسافر بالبراق،
لكنه خطط للهجرة. قبل 4 أشهر بدأ علف الناقتين المجهزتين للهجرة، وتنبهوا في كل ملمح من ملامح الهجرة هناك أسباب كلها اليوم تدرس في الكليات الحربية والكليات العسكرية. عندما أراد أن يجهز الراحلتين علفهما سيدنا أبو بكر بورق السمر الخط، وهذا النوع من الطعام يقوي الإبل على السير لمسافات طويلة دون أن تتعب. تخطيط. ثم تعرفون الكثير عن حوادث الهجرة، لكن أتيت لكم اليوم بخط سير النبي عليه الصلاة والسلام. بعض هذه الأوراق مع بعض الإخوة ربما تأخذون نسخا منها وهي موجودة على الإنترنت. ضع فقط طريق الهجرة الذي سار به النبي عليه الصلاة والسلام، ستجد أن طريق القوافل في هذا الاتجاه، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يأخذ اتجاهات مختلفة كليا، واتخذ هذا الطريق 11 يوما. سافر النبي، نزل جنوبا إلى غار ثور، بقي 3 أيام يعد العدة، يرسل عامر بن فهيرة ليسير خلفه كي لا يتتبع المشركون آثار الأقدام، يبقى في الغار يستعين بمن يأتيه بالطعام، من يأتيه بالأخبار، حتى إذا ما صار الموعد انطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وخلال الطريق كان سيدنا أبو بكر يسير مرة أمامه، مرة خلفه، مرة عن يمينه، مرة عن شماله. يا الله، ألا يعرف سيدنا أبو بكر أن النبي عليه الصلاة والسلام موحى إليه ومعصوما من رب السماء؟ هو يعلم، لكنه يعلم أيضا أن هذه الأمة لا يمكن بحال أن تنتصر إلا بعلم الأسباب. التوكل كما قلت في القلب، أنت تؤمن أن الله عز وجل سيثيبك على ما تفعل في الدنيا، لكن يجب أن تتخذ الأسباب في الدنيا. مهما دعوت أن يرزقك الله الولد، إذا لم تتزوج لن يأتي الولد. مهما دعوت أن يرزقك الله كما قال المشركون لو ألقي عليه كنز، قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام أنت رسول من عند الله كما تزعم، لماذا لا يلقى عليك كنز؟ فقال لهم وما كنت إلا، وهل أنا إلا كما كان النبي عليه الصلاة والسلام إلا بشرا رسولا. لذلك عمل وكد وكسب ماله من عرق جبينه. لذلك عندما اجتمعت قريش تقول للنبي عليه الصلاة والسلام لماذا تريد هذا الدين؟ إن تريد المال أعطيناك، وإن تريد الزواج زوجناك، وإن تريد الملك أعطيناك. قال لما تقولون ذلك؟ قالوا لأننا، انتبهوا إلى هذا النص، لأننا نراك تقوم في الأسواق كما نقوم، وتتلمس المعيشة كما تتلمس. هذا قبل البعثة وبعد البعثة. عالم أسباب، عالم أسباب. من يريد النصر، من يريد النجاح، من يريد الثراء، يجب أن تتخذ سنة الله في الأرض التي هي اتباع الأسباب. كذلك فعل النبي عليه الصلاة والسلام في طيلة طريقه إلى الهجرة، يتخذ الأسباب ويتخذ الحيطة والحذر، وقبل ذلك قد أعد كل شيء. من الأسباب أنه عندما انطلق أتاه سيدنا أبو بكر بالراحلة ويريد أن يقدمها للنبي عليه الصلاة والسلام. وهذا هو الدرس الثالث، درس الإنسان، درس الأسباب. الآن الكرامة المالية للمؤمن. يأتيه سيدنا أبو بكر بالراحلة، قال يا رسول الله هي لك. قال يا أبا بكر بالثمن. قال يا رسول الله هي لك. قال يا أبا بكر لا أركب بعيرا لا أدفع ثمنها. المؤمن عزيز في كرامته، عزيز في إنفاقه. لذلك أحوج ما نكون اليوم إلى فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالإسلام يدان، يد عليا ويد سفلى. اليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي الآخرة. فأي اليدين كانت يد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كانت يده هي العليا، هي المعطية، هي المنفقة. لذلك قال لأبي بكر بالثمن يا أبا بكر لا أركب بعيرا لا أدفع ثمنه. لذلك أخبر القرآن لكن الرسول والذين آمنوا معه جاهدوا بأموالهم وأنفسهم. المال اليوم للأسف نريد النصر ولا أحد يدفع مال، نريد العزة والكرامة لا أحد يبذل المال، مستعدين إلى بذل الأرواح. لكن القرآن في أكثر من موضع
يقدم الجهاد بالمال على الجهاد بالنفس. لذلك أعد النبي عليه الصلاة والسلام العدة الصحيحة. يبقى تساؤل: كيف يستعين النبي عليه الصلاة والسلام بمشرك وهو يعمل بالأسباب؟ ما الذي يدعوه أن يثق بمشرك؟ عبد الله بن أريقط كان الماهر الخريج الخبير بهذه الشعاب بين مكة والمدينة، كيف يستأجره النبي عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أن عبد الله بن أريقط وهو يعلم أن هناك 100 جمل لمن يأتي بالنبي عليه الصلاة والسلام، ما أتى به النبي ولا سيدنا أبو بكر هكذا عبثا. من الأسباب أنه أتى بهذا الماهر بهذا الخبير لأن قبيلته قبيلة هديل أو قبيلة الديل كانت قد غمست حلفا بالدم مع بني تيم مع قبيلة سيدنا أبي بكر. والعرب قديما كانت الأحلاف عندهم تعادل القسم بالله وتعادل الحلف بأغلى الأيمان. حلف بالدم، يلبسون بالدم أيديهم أنهم ينصرون بعضهم البعض. فلم يأتي بإنسان يمكن أن تغريه المال، لأنه كم سيعطيه النبي عليه الصلاة والسلام؟ لن يعطيه أكثر مما تعرض قريش 100 جمل كما فعل سراقة عندما حاول إدراك النبي عليه الصلاة والسلام. إذن أيها السادة، الهجرة تعلمنا أن الإنسان أغلى ما نملك في هذا العالم، وأول ما نحافظ عليه في هذا الدين فهو حفظ النفس أولا، لأنه بدون المؤمن كيف للإيمان أن يعيش؟ هذا نبينا عليه الصلاة والسلام يقف في بدر فيقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد الأرض. لذلك هؤلاء الذين صنعوا ما نحن فيه من خير ونعماء بفضل هذا الإسلام إنما بفضل النبي عليه الصلاة والسلام الذي حافظ على هذه الثلة الأولى، وعادوا بعد سنوات فاتحين فاستعادوا الأرض واستعادوا المال، لكن كرامتهم كانت هي العليا، وما استكانوا بسيف ظالم ولا لظلم، وما هدموا دماءهم في سبيل موقف بسيط رخيص لا يمكن أن يؤدي بحال إلا لنصرة الظالم وتقويته وإشعاره أنه يستطيع أن يقتل في كل زمان ومكان. فذا عمار بن ياسر عندما أكره على كلمة الكفر كان السباق إلى من صنع مجد الإسلام، وكان ممن قاتل أئمة الكفر فخلص العالم من شرورهم ومن آثامهم. أسأل الله العلي العظيم أن يعلمنا من دروس الهجرة أن الإنسان أولا، وأن يعلمنا الكرامة المالية بفعل النبي عليه الصلاة والسلام، وأن نتعلم الأسباب إذا ما أردنا النجاح في الحياة الدنيا حتى نلقى الله عز وجل. أقول قولي هذا وأستغفر الله. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وعلى آله وصحبه ومن وفقه. إذن أيها السادة، الإنسان أولا، الأسباب ثانيا، الكرامة المالية ثالثا. وشيء فقط للتنويه: بعض الإخوة سألني عن موضوع هجرة سيدنا عمر رضي الله عن صحابة رسول الله أجمعين، هل كانت سرا أم جهرا؟ التحقيق عند أهل العلم أن هجرة سيدنا عمر كانت سرا تبعا لما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام، فما كان أحد ليخالف نهج النبي عليه الصلاة والسلام. وهذا من الأسباب كما ذكرت، لأن ذهابه أو هجرته جهرا لا تغني بحال عن رمية غادر. يعني الذي يقول أن سيدنا عمر هاجر جهرا، ما الذي يمنع؟ وإن كان كما يزعم أنه وقف وتحدى الناس، ما الذي يمنع أن يأتيه سهم غادر في ظهره فيقضي عليه؟ ما كان سيدنا عمر يفعل ذلك. والصواب كما ذكر في صحيح البخاري وكما قد أكد ابن حجر في الإصابة أن سيدنا عمر قال: تواعدت أنا وهشام وعياش وهشام سرا في الذهاب إلى المدينة، وتواعدنا بعد مكة ب10 أميال، يعني حوالي 15 كيلومتر. ومن شدة السرية
اتفقوا على أن يكونوا في هذا المكان عند الفجر، فمن وصل هاجر ومن لم يصل سيبقى في مكة، لأنه لا يمكن بحال أن تعلم مكة أنهم قد غادروا ويستطيعوا أن يعودوا. لذلك هاجر سيدنا عمر ووصل إلى المدينة المنورة قبل النبي عليه الصلاة والسلام. وبالنسبة لهشام الذي كان معهم الثالث لم يستطع أن يهاجر وافتتن بماله، فأنزل الله عز وجل قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. فما إن سمعها سيدنا عمر أرسل على قطعة من جلد إلى هشام أن الله تاب عليه، لأنه قد بدى وفضل أن يجلس في مكة ليحصل على أمواله، لكن الله عز وجل علم صدق نيته فتاب عليه ثم لحق بالمدينة المنورة. الشاهد أيها السادة أن جميع أصحاب رسول الله إنما سافروا وهاجروا طبقا لأمر النبي عليه الصلاة والسلام في الهجرة سريا، لأنهم يريدون الحفاظ على أرواحهم، لأنهم سيصنعون المستقبل، ولا ينبغي أن يعيش الإنسان لحظته، فينبغي أن يفكر في المستقبل وفي مآلات المستقبل. وهذا ما نتعلمه مما يسمى بفقه المآلات وفقه الموازنات. أسأل الله العلي العظيم أن تعود علينا ذكر الهجرة ونحن قد تعلمنا هذه الدروس الثلاثة. أسأل الله العلي العظيم أن يحشرنا مع صحابة الرسول. لدينا كرامة الإنسان، ولدينا عزة الإنسان، ولدينا ثراء الإنسان لنكون سادة الدنيا وسادة الآخرة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. عباد الله، إني داع فأمنوا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا مولانا سميع قريب مجيب للدعوات. اللهم ارحمنا تحت الأرض، اللهم ارحمنا فوق الأرض. نلقاك وأنت راض عنا يوم العرض يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. علمنا أن نحترم الإنسان وحياة الإنسان. علمنا أنك عندما كرمتنا اللهم اجعلنا كرماء في الدنيا وكرماء في الآخرة، وارزقنا حلالا واستعملنا صالحين، واجعلنا على نهج المصطفى يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للسادة الحاضرين ووالديهم، اللهم اغفر للسادة الحاضرين وذراريهم، ولكل من دخل إلى هذا المكان، وللناظر إليه بإحسان، ولمنشئ هذا المكان برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ملك البلاد هيئ له بطانة خير ورشد وصلاح يا أرحم الراحمين، ومثل ذلك لجميع حكام العرب والمسلمين. اللهم اجمع كلمتهم على لا إله إلا الله وما فيه صلاح البلاد والعباد برحمتك يا أرحم الراحمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. أقم الصلاة.